بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. تعالوا يلا نسمي الله ونشوف ايه هنعمل ايه معانا النهارده. حلويات ايه خفيفة وسريعة كده، وايه وتبرد ايه الحار شوية. يلا. احنا هنا ايه جبنا ديت كده بعد ما كانت خلص. هي ما شاء الله جميلة وثلاث طبقات وحلو. تعال نشوف ايه الوصفة اللي معانا ايه. احنا هنا جبنا كوباية سكر. هنكرملها حطيناها في المقلاية اللي هتعملي فيها او في الوعاء اللي هتعملي فيها. هنحطها مش هنقلب فيها إلا لما بس ما نلاقيها من الطروف كده فكت. انا حطيتها وما قلبتهاش الا لما لقيتها من الطروف كده السكر الكرمل ساح. في الوقت ده اقلبها، غير كده ما اقلبش. قلبتها لغايه ما ما كرمل خالص وساح كده وبقى حلو معانا اهو، واحده بواحده برضك و... ونمشي مع بعض. واحب اشكر بس اللي بعلقوا تعليقات حلوه. ما تحرمش منكم يا رب وخليكم. هنا اهو معانا السكر اهو هنكرمله وما يفك. بس هنا لازم نوطي النار عشان ما يتحرقش مننا وما يمررش. يعني ما نعليش النار عشان يتكرمل معانا بسرعه. لا، اما تعلي النار بيغمق معاكي وبيبقى ممرر، مبيبقاش حلو. خلوا النار بتاعه البوتاجاز واطيه معاكي وهو هيفك واهدى عليه براحتي عادي يعني. هنقلب فيه لغايه ما يفك معانا. هنجيب احنا بقى هنا. شوفوا كان هنا في الوقت ده كان فك خالص اهو معانا. انا موطيه النار، كل ده موطيه النار اهو. اتفك معانا ومغمقش ولا كان ممرر ولا اي حاجه، وجميل اهو. يعني جبنا بقى هنا معانا كوبايتين ميه بعد ما فك. شو ما تخافوش يعني حاجه، هو جمد في بعضه كلته بقى كتله واحده. جبنا هنا كوبايتين ميه حطيناهم عليها على السكر بعد ما اتكرمل اهو. شوفوا عمل ازاي عادي. ما يغلي هيفك معانا، مش هيبقى في اي حاجه. كان هنا فك في بقى فك اهو كان غلى. هنيجي بقى نحط له ورقه فانيليا او ازازه حسب ما انت عاوزه. وهنحط له معلقتين سمنه عشان السمنه تبقى ملمعه الحاجه اللي هنعملها اهوت. هنا بقى ساعه ما هيغلي هنجيب كوبايتين سميد من اللي هو السايب عادي اللي بنجيبه من عند العطار. السميد اللي هو العادي مش اللي هو بتاع الاكياس. جبنا كوبايتين وحطيناهم عليه وهنقلبهم لغايه ما تلف مع بعضها. هتلف هنا مع بعضها هي وكده خلاص. لونها احمرت اهيت وبقت حلو. تقلبي فيها لغايه ما تشرب الميه بتاعتها والسمنه. كانت احمرت معانا بالشكل ده. بس والله جميل، وجربوها وشوفوا رايكم وقولولي. جبناها حطيناها احنا هنا في الصينيه اللي هي الصينيه الوسطانيه اللي هي بتاعه الطعم. الكوبايتين حلو عليها. حطيناها وبططناها في قلبها بكيس تلاجة بقى او بمعلقه وتفردي وتفرديها معلقه وتفرديها او حاتي كيس تلاجة وحطها عليها وافرديها اهي. هنا نسيبها بقى احنا كده هنسيبها لما تبرد معانا. جبنا احنا هنا كيسان كريمه ومعانا كوبايه لبن. وهنضربهم في بعض. هنضربها ونعملها هتبقى كريم. نعملها كريمه معانا بعد ما نعملها الكوبايه على كيسين. نعملها ونحطها نتركها في التلاجة لغايه ما نخلص بقيه الحاجه اللي معانا. جبنا احنا هنا كيلو لبن. ليه لسه ما ولعتش النار. جبت الكيلو اللبن اهو. هحط له 7 معالق نشا وهقلبه هو على البارد. وهحط له برضو للسكر بتاعه. دي كده كنا حاطين النشا وقلبناه على البارد. ما هوش على النار دلوقتي، كده على البارد. قلب فيه وبعد كده هولع بقى احط له السكر بتاعه. واحد حط له كام معلقه. معايا هنا 6 معالق سكر حطيتهم له.
السكر الحلو بتاعه، وقلبي بقى وولعي وحط له بتاع ازاز فانيليا او ورقتين زي دولك كده عادي، وحطي بقى وقلبي عشان ما يكتلش منك ايدك فيه على طول لغايه ما تلف معانا وتتقل. هنجيب هنا احنا معلقتين ميه ورد، دي اختياري، عاوزه تحطيها حطيها، مش عاوزه خلاص عادي، موجوده حطي، مش موجوده خلاص. واهي شوفوا ما شاء الله معانا كريمه وكريمه خالص كده وحلوه وجميله. وهي جبناها هنا، كانت معانا احنا البسبوسه اللي احنا عملناها هي بردت، سيبناها لما بردت على ما عملنا دي. جبنا بقى الكريمه القشطه اللي احنا بتاع المهلبيه اللي عملناها ديت وحطيناها عليه. شوفوا هنا بقى كانت الكريمه هي برضك معانا، حطيناها في التلاجة لما جمدت، وجبناها حطيناها على وشها وفردناها. بس حلوه جميله يعني، حاجه تطر في الحر، ولا فيها سمنه كتير نقول فيها زياده كتير ولا حاجه، عادي حلوه جميله وتغيير. وما شاء الله حلوه يعني، اتاكلت ما قعدتش. جبناها هنا برضو كيات. اي بقى مكسرات عندك بقى انت بس بعد ما نعملها نحط عليها الكريمه، نسيبها في ما نحطها في التلاجة ونسيبها تبرد. بعد كده هي معانا بقى كنا احنا قطعناها. عندك بقى شويه مكسرات السوداني اي حاجه